السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم حبيباتي. موضوعنا اليوم راح يكون تكملة للموضوع الماضي، تربية البنات، واليوم راح نتحدث على تربية الأولاد. تربية الأولاد مسؤولية ثقيلة، ماشي غير على الأم بل حتى على الأب. الطفل ما يترباش في نهار ولا بكلمة ولا بعقاب، بل يتربى بالحب بالقدوة وبالاستمرار. الطفل الصغير هو مشروع راجل كبير، اللي يتربى اليوم هو اللي غدوة راح يكون زوج، أب، ورب بيت. باش نربيو جيل رجال حقيقيين لازم نفهموا العمق نتاع تربية الذكور من جميع الجوانب، النفسية والعاطفية والاجتماعية والدينية. الطفل الصغير كي يعيش أول مشاعره مع أمه، منها يتعلم الحنان، منها يعرف الأمان، ومنها يتعلم كيفاه يحب وكيفاه يحس بالآخرين. من أول لحظة يبدأ يربط صورة المرأة في دماغه بالأم. إذا كانت الأم حنونة رحيمة محترمة، راح يكبر وهو يعرف قيمة المرأة ويحترمها. أما إذا كانت الأم عنيفة تسب وتهين الأب ولا تميز بينه وبين خاوته، راح تطبع هذه التصرفات في شخصيته بلا ما يحس. الأم هي أول نموذج للمرأة، وأسلوبها هو اللي يحدد كيفاه الطفل راح يتعامل مع النساء مستقبلا. ومن جهة أخرى الأب هو المرآة اللي يشوف فيها الولد معنى الرجولة. الولد اللي يشوف أبوه مسؤول محترم طيب راح يتمنى يكون كيفه. أما الولد اللي يشوف وباباه قاسي يصرخ يهين الأم أو غايب دايما، راح يطلع يا إما ضعيف الشخصية يا إما عدواني. الأب ما لازمش يكون حاضر غير بالجسد، لازم يكون حاضر بالمشاعر وبالكلمة وبالوقت وبالقدوة. الطفل يحتاج يسمع من أبوه كلمات تشجيع، احترام وتوجيه هادئ، ماشي غير أوامر وتهديد. من أهم مفاتيح تربية الأولاد هو الحوار. ماشي بالضرورة نحكي معاه على مواضيع كبيرة، لكن نحاوره في كل صغيرة وكبيرة، نخليه يعبر على رأيه، على مشاعره، على خوفه، على أخطائه بدون خوف. لأنه الطفل اللي يتعلم يحكي رح يكبر متوازن وما يخبيش الألم ولا الغضب داخله. الطفل اللي ما يتعلمش يعبر راح يولي راجل منغلق، يهرب من المواجهة ولا ينفجر بالعنف. علمي ولدك انه البكاء ماشي ضعف، وانه الاعتذار ماشي ذل، وان الرجولة ماشي شرط انك تفرض نفسك على الناس، بل تعرف تسيطر على نفسك قبل كل شيء. التربية الصح لازم تكون وسط، لا دلال زايد ولا قسوة مفرطة. الطفل اللي يدلل بزاف راح يكبر أناني، ما يعرفش معنى التعب ولا الاحترام. والطفل اللي يتقهر بزاف راح يكبر مكسور من الداخل، فاقد ثقة في النفس. الحزم يعني نوقفوه عند الغلط ونفهموه العواقب، واللين يعني نحسوا بيه ونتعاملوا معاه بطريقة حسنة. التربية ماشي حرب بين الوالد والولد، هي مشاركة في بناء إنسان. من الصغر لازم نغرسوا في الأولاد قيم المسؤولية، الرحمة والاحترام. نخليه يعاون في الدار، يرتب سريره، يحس بتعب الأم، ويتعلم يقول شكرا وعفوا وسمحيلي. نعلموه يخدم بيديه، يشارك في الخير، وما يضحكش على الضعيف وما يحتقرش المرأة. في نفس الوقت نغذيه عقله بالعلم والفكر، نقراو معاه قصص عن الأنبياء، عن الرجال، عن الصحابة اللي كانت رجولتهم أخلاق قبل ما تكون سلطة. نعلموه أنه الرجولة ماشي في العنف ولا في التحكم، بل في المواقف، في الصدق، في الكرامة. بزاف أمهات يطيحوا في خطأ كبير وخطير، يربيوا الطفل على أنه أحسن من أخته، ما يخليهوش يعاون في الدار، يقولوا له هذه خدمة البنات، ولا انت راجل ما تديرش هكذا. بهذه الطريقة راح نغرسوا في راسه فكرة أنه المرأة أقل وأنه الخدمة والرحمة ضعف. لكن الحقيقة العكس تماما. الرجل اللي يساعد، اللي يرحم، اللي يقدر، هو الرجل القوي فعلا. وباش نخرجوا رجل متوازن لازم أول حاجة نربيه على القيم قبل المال. ثانيا نخليه يتحمل مسؤولية من الصغر، ونعلموه يعتذر، يعفو، ويتحكم في الغضب نتاعو.
نغرسوا فيه حب الناس وحب الله، نكونوا قدوة ليه في الأفعال ماشي غير بالهضرة برك. تربية الأولاد الذكور هي مشروع أمة كاملة، لأنه كل راجل صالح غدوة راح يكون سبب في صلاح عائلة ومجتمع كامل. ما تربيش ولدك باش يكون راجل صلب، ربيه باش يكون إنسان نبيل، خليه يتعلم الرجولة بمعناها الحقيقي، الرحمة، المروءة، المسؤولية والعدل. وخلي في بالك دايما الولد اللي تربيه اليوم هو الرجل اللي راح يتعامل معاك غدوة. فما هو النوع من الرجال اللي حبيتي يملأ الدنيا غدوة؟ الجواب يبدأ اليوم في حضنك، في دارك، في طريقة تربيتك. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.